السلام عليكم. لو أول مرة بتتفرجوا عليا، أنا نسمة أمين. بعمل فيديوهات عن وصفات للأكل حلوة ومختلفة، ووصفات للحلويات، وكمان هاند كرافت وهاند ميد وإعادة تدوير، وحاجات للبشرة وللشعر طبيعية من البيت. تابعوني واتفرجوا عليا. لو ما كنتوش لسه عملتوا سبسكرايب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا بقى نبتدي وصفتنا بتاعت النهاردة. وصفة جديدة ومختلفة وسهلة ولذيذة جدا. هنحتاج فيها الشيتوس اللي قدامكم دوت، اللي اسمه بافس. وتعالوا بينا نعمل صوص الجبنة التشيدر اللي بنشتريه من بره، زي بره بالظبط، وبطريقة سهلة جدا ومكونات سهلة جدا، وهنستخدمه في حاجات كتيرة جدا. يلا بينا نبتدي ونشوف المقادير. هنحتاج في وصفتنا كوباية ونص جبنة شيدر، ومعلقة كبيرة دقيق، وكوبايتين ونص لبن، وكيس شيتوس مفروم، وكمان هنحتاج شوية مية حسب الحاجة. دلوقتي بننزل الزبدة على النار، وبعدين هننزل عليها بمعلقة الدقيق ونحمر الدقيق معاها. أنا محتاجة الدقيق لونه يصفر، مش يتحرق أو يحمر قوي. ممكن لو ما عندكيش شيتوس، طبعا انتوا مستغربين، الشيتوس ممكن تبدليه بتوابل جبنة، بس الشيتوس بيدي قوام حلو ونكهة غنية، وهيخليه بالظبط زي الشيدر، صوص الشيدر اللي بنشتريه من بره من الشارع. بالظبط بالظبط، مش هتعرفي تفرقيه عن بره تماما، اللون والقوام وكل حاجة. دلوقتي هنزل باللبن حبة. كنت علمتكم الطريقة دي قبل كده علشان الدقيق ما يكلكعش معاكم. بتنزلي باللبن حبة، وبعد كده تقلبي مع الدقيق، وبعد كده لما الدقيق يشربه ترجعي تنزلي بحبة تاني، وبعدين تقلبيه لحد ما الدقيق يشربه، وتفضلي تعملي كده لحد ما الدقيق يشرب كم اللبن ويبقى شكله شبه الكريمة، كريمي قوي. بعد كده هتضيفي اللبن كله. ساعتها الدقيق مش هيكلكع خالص. زي ما انتوا شايفين الدقيق دلوقتي بقى كريمي، فانا ضفت اللبن. وطبعا احنا بعدها بنزود ميه على حسب الحاجة. احنا عايزين يبقى السمك بتاعها مش تقيل، خفيف شوية، لان هي لما بتبرد بتتقل زيها زي البشاميل بالظبط، وعايزين السمك بتاعها يبقى زي البشاميل بالظبط. دلوقتي انا هرجع اضيف تاني شوية اللبن واقلب. احنا كده ضفنا كوبايتين ونص لبن، وبعد كده هضيف دلوقتي كوباية ونص شيدر. اي شيدر، شيدر احمر، شيدر اصفر، اللي عندك حطيه. كده كده الشيتوس بيظبط اللون تماما، وبيدي النكهة القوية اللي احنا بنجيبها من بره. الشيتوس احنا بنفرمه الكيس، احنا مش محتاجين كيس كبير، احنا محتاجين الكيس اللي هو الصغير، اصغر حجم خالص. ولازم يكون النوع اللي انا وريته لكم، اللي هو البافس ده. وهندوبه جامد معاه لحد ما يدوبوا مع بعض كويس. وطبعا انتوا ممكن تستغنوا عن البافس وتحطوا اللي هو الشيتوس، وتحطوا مكانه توابل جبنة لو متوفرة. الصوص بنستخدمه في حاجات كتير، في اكلات كتير. الاكلات دي ممكن تحطي على بطاطس، ممكن تحطي على ستيك زي ما انا حاطه لكم في الصورة في الاول، ستيك مشوي، على مكرونة. فانتي بتستخدميه في حاجات كتير. فانتي اعملي كمية وخليها في الفريزر، وقت ما تحتاجي تطلعيه. انا هفضل اقلب، وهضيف شوية لبن، واضيف مية بعد كده لحد ما يوصل السمك اللي انا عايزاه. وكده ولا كده هي الجبنة مش بتدوب كلها 100%، فعشان نخلي القوام يبقى ناعم جدا هنضربها بعد كده في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر او كبة بتضربيها كويس جدا لحد ما القوام يبقى كريمي جدا وسايل وما فيهوش اي تكتلات. الريحة حلوة جدا، وسمكه كمان بقى جميل قوي. بصوا الجمال. انا بعد ما ضربته بالهاند بلندر، شايفين اللون اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط، والطعم بتاعه رائع رائع رائع، مش قادرة اقول لكم رائع ازاي. لو هتستخدميه على مكرونة ممكن تحطي عليه رشة ملح صغيرة. انا حطيت رشة ملح صغيرة عشان يظبط الطعم ويبقى صوص حلو وغني للمكرونة.
وكمان ما بحطش ملح على البطاطس علشان خاطر هي الجبنة نفسها بيبقى فيها نسبة ملح، عشان البطاطس عاملة زي سفنجة بتمص وبتتشرب كل الأملاح اللي بتبقى في أي حاجة تانية بتحطيها عليها. زي ما انتوا شايفين كده شكله. ودلوقتي أنا بحط معاكم المكرونة والستيك اللي أنا عملته، وده هعمله لكم في مرة لوحده بطريقة سهلة، مش هياخد منكم حاجة خالص، مش هياخد 10 دقايق بالظبط، وهيبقى عندكم أحلى ستيك زي بتاع المطاعم اللي بره بالظبط. ده مشوي، وهنحط عليه من الصوص، وهحط كمان معاه بطاطس. وجبة سريعة وسهلة ولذيذة. وزي ما قلت لكم الصوص ده بينفع في حاجات كتير، فانتي تعينيه في الفريزر وتطلعي منه. طبعا بتخففيه بعد كده شوية لانه طبعا بينزل من الفريزر تقيل، فهتخففيه بمية او بلبن على حسب اللي موجود عندك. وهينفعك، وهيبقى طعمه رائع وتجديد. طلع طعمه حلو جدا مع المكرونة. اتمنى ان يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، وان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية كتير بإذن الله، وباي باي.